اهلا بيكم فيديو جديد في عالم ياسمين. النهارده بقى الاقرب لقلبي يا جماعه، الباميه الباميه الباميه. هو اولا الفيديو ده انا عاملاه مخصوص عشان اختي. طبعا هي بتعشق الباميه الويكا من ايدي، فانا قلت بقى لازم اعمل الفيديو ده مخصوص لاختي حبيبتي عشان تتعلم الطريقه وتعملها كمان لسيمو روح قلبي وحياتي. المهم نخش على الطريقه يا جماعه. انا هنا عندي الباميه زي ما انتوا شايفين، اللي هي الباميه الكبيره شويه عشان تبقى فيها لحم، تبقى ملحمه، غير الباميه الصغننه اللي هي بتتعمل في الباميه اللي هي المصلصه بتاعتنا دي. فزي ما انتوا شايفين ده شكل الباميه اللي انا عايزاه للباميه الويكا. طبعا الاكله ديت اكله، يعني اكله الصعايده الناس الجميله. فاكله يعني مش عايزه اقول لكم فعلا تحفه تحفه تحفه. بس المهم اهم حاجه ان احنا ننقي الباميه يا جماعه بجد كويس جدا. الباميه اللي هي الكبيره عشان زي ما انتم شايفين كده بتبقى ملحمه، لكن غير الباميه الصغننه خالص. ده مزاج في الاكل وده مزاج في الاكل، حاجه تانية يعني. فانا زي ما انتم شايفين انا بقى ايه، بقمع الباميه زي ما بيقولوا كده، او بقطعها شرايح. علشان ديت اللي انا يعني دي طريقتها يعني. في ناس هتخليها شرايح كده بس مش هتهرسها، لكن انا بهرسها. انا مش هعملها كمان بالهاند بلندر عشان خاطر انا مش عايزاها مفرومة قوي زي ما انتوا بقى هتشوفوا في الطريقة. بس شايفين برضو اللحمة، انا باكد عليكم نقطة اللحمة نقطة البامية عقلي في اللحمة، معلش يا جماعة. نقطة البامية عايزة اقول لكم برضو البامية على مرقة الفراخ شغالة، على مرقة اللحمة شغالة حلو يعني. المهم بأكد عليكم البامية تكون ملحمة كده وحلوة عشان خاطر تعمل عرق حلو للويكة، زي الملوخية، نفس فكرة الملوخية بالظبط. فأنا عندي هنا قطعت البامية زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها شرايح. انا طبعا اصلا يعني اوريدي غسلاها ومنشفاها كده في المصفى ديت علشان خاطر تبقى سهله، والماده اللزجه اللي هي اللي فيها ديت تكون ايه خلاص مش موجوده يعني. فانا برضو اقول لكم على تكايه كده حلوه قوي للويكا، مش بتعمل الماده المخاطيه ديت او اللزجه دي بتبقى جامده يعني. في الويكا هتبقى خفيفه مش تخينه كده. فالمهم خلينا في تقطيع البامية. انا قطعت البامية هنا كويس قوي. هاجي بقى للشوربة اللي انا هعمل فيها البامية. البامية هتتسلق عادي جدا في المرقة دي. بصوا مرقة حلوة، المفروض انها مرقة لحمة وفيها نخاع بقى وايه، مظبطاها يعني يا جماعة. المهم فانا زي ما انتوا شايفين انا حطيت البامية اللي انا قطعتها عندي شرايح تمام في المرقة والله. وهو معيار المرقة على فكرة دي عصرة الليمون. التكاية دي مهمة قوي عشان المادة اللزجة اللي انا بقول لكم عليها دي ما تبقاش تقيلة قوي. وبحط هنا مكعب مرقة دجاج، انا بحس ان هو بيديها طعم برضو. المكون ده اختياري زي ما تحبوا، مش عايزين تضيفوه بلاش. ادي بقى هنا البامية بتاعتي انا حطيتها زي ما انتوا شايفين. هنعمل برضو زي الملوخية كده يا جماعة، لو لانها احتاجت مرقة هنحط لها. بس هي ايه، انا بقيت اعملها بالعين كده مش محتاجة معايا الحمد لله. فهنا بقى استوت زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى الطشة بتاعتها. الطشة دي توم بالفلفل اللي انا عاملة الخلطة معاكم قبل كده، وهحط عليها شوية كزبرة ناشفة بس مش اكتر يعني. بس فهنا بقى البامية زي ما انتوا شايفين. انا بقى عندي هنا الهراسة اللي هي بتاعت البطاطس دي، فهديها هرسة كده. انا مش عايزاها ان هي تتفرم فرم كامل، لا انا عايزة الفرم بتاعها يبقى وسط كده، بحس يبقى فيه قطع صغننة خالص في الويكة. فدي طريقة، او دي طريقة الصعايدة المتعارف عليها. لكن في ناس بيعملوها شرايح وبيسلقوها كده ويعملوا لها الطشة. وفي قسم تاني يعني بيحب زي ما احنا بنحبها كده، بنديها هرسة شوية بالهراسة زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم الاكله ديت في الصيف اكتر من رائعه، تتاكل كده لوحدها، تتاكل جنب محشي البتنجان، بجد تجنن يعني، حلو قوي في الصيف وده وقتها. فالمهم انا اديت هرسه كده حلوه للباميه. وزي ما انتوا شايفين الباميه هنا عندي اهي. بصوا بقى عرق الباميه ما شاء الله حلوه قوي، العرق بتاعها مظبوط جدا، لا هي تخينه ولا هي صايصه مني.
هو ده العرق المطلوب. فالمهم والله وعايزه اقول لكم برضو يعني ايه، هي نفس فكرة الملوخية بس طبعا طعمه مختلف. يعني برضو ايه، ان احنا هنحط لها الطشة، والموضوع بسيط قوي وسهل، ويا ريت تجربوها لانها فعلا ادمان في الصيف، فعلا حلوة ومختلفة عن البامية اللي بصلصة. انا هنا بقى عملت الطشة زي ما انتوا شايفين، وهحط لها شوية كزبرة خضراء حلوة قوي، بتدي اضافة وريحة بتقلب ريحة الشقة بجد. انا بقى هنا عندي طبق البامية الويكة بالطشة. بصوا بقى. ده صوت الطشة حرفيا اللي على البامية بتجنن، بتجنن الريحة مع الطعم بجد. لازم تجربوا الطريقة دي يا جماعة. بصوا شكل الطبق بيشهي عن جد، الطبق يجنن يهبل، مش محتاج جنبه اي حاجة غير هو طبق بتنجان مخلل كده ولا حاجة وعيش، وما اروعك بجد. اتمنى تجربوها وقولوا لي رأيكم.